تفاصيل خطيرة في قضية المقاتل أو مقاتل هاد البنيته هادي اللي هي سميتها ملاك، ولكن في الأصل سميتها الإخوان. فخديجة والحقيقة ديال الوفاة ديالها واللي غادي تعرفوها معنا بلي ديتاي بخصوص هاد الحلقة هادي اللي رجعت معكم في هاد الوقيته هادي من أجل نوصل لكم أصدقائي ما يروج عبر مواقع التواصل بخصوص هاد القضية ديال الأخت اللي هزات التيك توكر الشهيرة ملاك أو الملقبة بملاك، اللي قضية ديالها هزات الرأي العام المغربي. القضيه ديالها هزت الراي العام المغربي والمغاربه كاملين، لانهم كيتسائلوا اشنو وقع في قضيه الاخت ملاك اللي هي ملاك الاخوان وملقب بملاك. فهاد البنت هذه اللي وقع لها ما وقع لها خطير جد جد خطير، لان صراحه هادشي اللي واقع لهاد البنت هذه ما حتى شي واحد ما غادي يتقبلو، وحتى شي واحد لان ما غيبغي يتقبل هادشي بخصوص ملاك. واللي كشفات الام ديالها الاخوان، واللي كشفت واحد المعلومات اللي هي جد خطيره كما كتشاهدوا. هاد هي البنيته الاخوان اللي راحت ضحيه ما عرفناش واش تم القتل ديالها دابا لحد الان، مازال ما تاكدناش، والمتهم كيبقى بريء حتى كتثبت الادانه ديالو. ولكن في اطار ما توصلنا به دابا الاخوان، اشياء اللي هي جد جد خطيره، واللي خلتنا لا نتوما ولا حنا معكم لان نتصدموا اكثر مني كنسمعوا بان الوفاه ديال هاد الشابه بهذه الطريقه هذه، والطريقه اللي انها صراحه الاخوان ما كتدخلش للعقل، والمغاربه كاملين او المغربيات لانهم مصدومين فيما يخص هذه القضيه او شنو وقع لهاد البنيته ملاك اللي هي الاخوان. واحد النهار من الايام وهادشي اللي كشفات الام ديالها، والتفاصيل كانت خطيره بخصوص هذا الملف هذا اللي كانت كشفات الام ديالها، وكشفات بان معلومات جد جد صادمه، واللي اكدتها هاد الام ديال هاد يعني ديال الام ديالها، واللي كشفات واحد التفاصيل اللي اول مره كيتم الكشف عليها. هاد التفاصيل هذا الاخوان اللي كتاكد لا لينا ولا لكم نتوما بان هاد السيده هذه او هاد البنت هذه اللي راحت ضحيه دابا لحد الان مازال ما عرفناش كما قلت لكم الاخوان باش هاد السيده هذه كانها ضحيه، او ربما كما كيقولوا دابا لحد الان بانها ماتت اوفر دوز. كاين اللي كيقول بان هاد البنيته هذه فراها ماتت اوفر دوز، وكاين اللي كيقول بان بنفس عاوتاني نفس الكلام، والام كتنفي هاد الشيء هذا كامل. كتنفي بان الاخوان الابنه ديالها ماتت اوفر دوز، لان ما يمكنش البنت معروضه وكتقول بان الام ديالها، واللي كتاكدوا الام ديالها على اللسان ديالها الاخوان كتاكد بان هاد البنت هذه فهي ماشي ماتت اوفر دوز، وكتقول في احدى التصريحات ديالها بان هي غادي تتابع كل شخص كيقول بان البنت ديالها ماتت اوفر دوز. حنا الثقه ديالنا كامله في القضاء المغربي، فهو سوف يكشف الحقيقه وغادي يكشف بان من وراء او شنو وراء او شنو الفاعل اللي كان في حق هاد البنيته هذه، اللي هي من طبيعه الحال راحت ضحيه خوتي المغاربه، اللي باش نكون صريح معكم ضحيه لان الاخوان والاخوات ملاك اخوتي المغاربه، واللي هذا الشيء ما كيدخلش للعقل. صراحه ما كيدخلش للعقل، لان كيفاش هاد القضيه هذه بالاخص اخوتي المغاربه اللي وصلنا لواحد الدرجه اللي ولينا كنشوفوا بان هاد الام هذه فكتاكد للمغاربه وكتقول للمغاربه بان البنت ديالها فهي ما عمرها تعاطات وما عمرها كشفات وما عمرها تكشف عليها بان البنت ديالها بان كتعاطى لشي مخدرات او اشياء من هذا القبيل. للحد الان عمر بان الاخوان ما كاينش شي خبر اللي كيأكد بان هاد البنت هذه فكانت كتعاطى شي مخدرات، لان المغاربه كلهم لحد الان فتيقولوا بان هاد الشيء هذا وما وقع على الاخوان والاخوات فكان شي حاجه لانها صعيبه بزاف. الاخت اللي مازال كما قلت لكم دابا لحد الان اشخاص اللي هما مازالين تحت الحراسه النظريه، اللي منهم برلماني او ملياردير كما تيقولوا بان بالفقيه بن صالح، ما عرفناش شنو هو السبب، اللي لحد الان ما عرفناش شنو هو السبب الرئيسي اللي صراحه الاخوان هاد الخبر اللي كيتبين لا لينا ولا ليكم نتوما شنو هو السبب اللي غادي يقدر يكون وراء وفاه هاد، يعني صراحه شنو هو السبب اللي هو السبب الرئيسي. يعني صراحه الاخوان بخصوص لان ما تبين لنا دابا لحد الان الامور خطيره بزاف، ومازال غادي نعرفوا
من عند يعني الاقارب ديال هاد الناس، كما كنقولوا بانهم الاقارب ديال هاد الناس، فهما ربما من بعد ما غادي تبين بان التشريح الطبي واللي غادي يكشف اكثر، واللي غادي يكشف المغاربه لا داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن، غيكشف لهم بان خوتي ما وراء هذا الشيء كامل، واشنو وقع لهذا الشيء كامل اللي وقع لهذه البنيته، غيتم الكشف عليه. ولكن في اطار التحريات الاولى اللي مازال كيتبين بان الخوت مازال كاينه غموض اللي هي كثيره في هذه القضيه هذه، ومازال ما تكشفاتش شي حاجه اللي هي جديده. الاخوان والاخوات اللي كيظن بان الانسان غادي نعرفوا، لا نتوما ولا حنا معكم، ما يمكنناش غادي نعرفوا بان هاد البنت هذه واش بالفعل ماتت مقتوله او اوفردوز، لان هاد الاخبار ديال اوفردوز راه ما كاين منها والو، واللي كيكشفوها المقربين كيقولوا بان بنتهم ما كتعاطاش لهذا الشيء وما عمرها تعاطات لهذه الروينه كامله. ولكن ما يروج عليهم الاخوان والاخوات فاشياء كتبين بانها جد خطيره اكثر، لان صراحه مازال لحد الان غادي نشوفوا بان ما يروج في هذه القضيه، لان صراحه الامور صعيبه بزاف. والله يحسن العون الام ديالها، الله يحسن العون صراحه الام ديالها الاخوان والعائله ديالها. وفي اطار القانون، الاخوان غادي يتم الكشف على مجموعه المعطيات، وغادي نعرفوا بان واش بالفعل هاد البنت ماتت اوفردوز، او ربما هاد البنت هذه لحد الان ما كاين لا اوفردوز ولا والو، فقط لان هاد البنت مثلا فرقات الحياه بهاد الطريقه هذه، اللي ربما شي طريقه لان راها تما الاخوان كاينه. هاد الشيء غيكشف عليه القضاء من طبيعه الحال، ما يمكنناش حنا غنقولوا واش بالفعل هاد الشيء كوفاه طبيعيه او ماشي طبيعيه، لان مازال الابحاث جاريه، مازال غادي نعرفوا اشنو غادي يقدر يوقع. وان شاء الله بحول الله في اطار التتبع ديالنا لهذا الملف هذا غادي نعرفوا بخصوص التشريح الطبي، هو اللي غيكشف الوفاه ديال ملاك. واش ملاك اخوتي المغاربه ماتت وهي اوفردوز؟ واش ملاك ماتت وهي اوفردوز، او ربما ملاك اخوتي المغاربه واللي كيتبين لحد الان ربما يقدر يكون مثلا الوفاه ديالها بشي طريقه واحده اخرى من غير هذه الطريقه هذه. غادي تبين ان شاء الله، وغادي نعرفوا اشنو كاين الاخوان، غير شي شويه ديال الصبر والحقيقه غتظهر، وان شاء الله غنعرفوا ما هو السبب الرئيسي وراء هاد الافعال هذه اللي ترتكبات في هاد الاخت هذه. وانا كنتمنى من الاخوان والاخوات ترحموا عليها من طبيعه الحال، الله يرحمها ويرحم الجميع ويبين الحق. انا فقط نطالب بالحق ديال هاد البنيته يبان في اطار كتنوير الراي العام. هذا هو اللي كاين الاخوان، وهذا هو المستجد اللي وصلنا به، ونتسناو التشريح اللي غادي يقدر ياكد لنا شنو وقع الاخوان.